مشجعين الكرة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مدرسة الكورة، ولسه مكملين في المدرسة في مراكز وأدوار اللعيبة في الملعب ونوع المركز ده إيه. وبعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن كل اللي يخص حراس المرمى، ميعادنا النهارده مع واحد من أخطر المراكز اللي في الملعب. ميعادنا عن مركز قلوب الدفاع، فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتشترك في القناة، وكفاية رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعة. قلوب الدفاع او سنتر باكس او زي ما الجيمرز بيسموه سي بي، وهو اخر خط دفاع قبل حارس المرمى. وفي الاغلب بيكونوا اتنين، واحد ايمن بيلعب برجله اليمين وواحد اشول بيلعب برجله الشمال، بس ساعات بتلعب بواحد تالت في النص وبيبقى اسمه ثيرد باك. وده طبعا بيرجع حسب طريقه لعب المدير الفني، بس سواء لعبت باثنين او بثلاثه فالمره دي معانا اربع انواع لقلوب الدفاع: ستوبر سنتر باك، بول بلاينج سنتر باك، بول ويننج سنتر باك، سويبر سنتر باك. اول نوع معانا اللي هو الستوبر سنتر باك، وده باين من اسمه ان هو مفسد الهجمات، او مهمته الاساسيه ان هو يوقف المهاجمين عن احراز الاهداف. بالبلدي كده حائط الصد يعني. وزي ما قلنا مهمته الاساسيه هي ايقاف الهجمات والمهاجمين عن احراز الاهداف. من اهم مميزاته ان هو لعيب قوي جسمانيا جدا، ناشف قوي في الالتحامات. تاني حاجه من مميزاته ان هو مميز جدا في الكرات العاليه سواء في الدفاع او في الهجوم، زي ما بنقول بالبلدي كده مميز في العاب الهوا. تالت حاجة إن هو لازم يعرف يتمركز كويس جدًا، يعني يعرف إمتى يقف فين ساعة ما الكورة بتتلعب. بيعرف يلعب مان تو مان كويس جدًا، فزي ما بنقول كده لعيب غِتت أو رخم بلغة الكورة. تعالوا نشوف شوية أمثلة عشان نفهم أكتر. ودي مجموعة من الكرات العرضية اللي باين فيها هو إزاي هيدر مميز وبيعرف يطلع في الكرات العالية، مميز في ألعاب الهوا سواء في الدفاع أو في الهجوم، وبيعرف يتمركز مع العرضية وهي جاية له في الطريق. لو اتكلمنا عن اشهر اللعيبه اللي لعبوا الدور ده فعلى سبيل المثال لا الحصر لان هم كتير جدا، فعندك ياب ستام وفينسنت كومباني وفابيو كانافارو. واحده من مميزاته اللي ساعات بتبقى ابرز عيوبه ان هو قوي جسمانيا، فبيبقى تقيل في الحركه وبطيء في الارتداد الدفاعي ساعه ما بيبقى عليه هجمات مرتده ودفاعه بيلعب دفاع متقدم. مشكلته الثانيه ان هو لعيب كورته قليله، مش حريف، ما بيعرفش يعمل بيلد اب للكره من تحت مع المدافعين. ودي المشكله اللي بيحلها النوع الثاني معانا النهارده، وهو البول بلاينج سنتر باك. وده نموذج المدافع العصري المودرن، فبجانب مميزاته الدفاعيه زي الستوبر الا ان هو كورته كويسه جدا وبيعرف يحتفظ بالكوره تحت الضغط. ده غير ان هو باصيل كويس جدا سواء في باصات قصيره مع خط الدفاع او في باصات طويله لخط الهجوم. كمان لازم يبقى مميز جدا في الدريبلينج عشان يعرف يطلع بالكرة من تحت الضغط. تعالوا نشوف شوية أمثلة علشان نفهم أكتر. هنا باين قوي أهمية إن يبقى عندك مدافعين كويرة وبيعرفوا ينقلوا الكرة ما بين بعض عشان يطلعوا من تحت الضغط ويعرفوا يعملوا بيلد أب للهجمة من تحت. وزي ما احنا شايفين عندهم مهارات في الباصات وسرعة الباص، وبيعرفوا يطلعوا بالكرة لغاية خط النص ويعملوا بيها هجمة منظمة. لو اتكلمنا عن أشهر اللعيبة اللي لعبوا الدور ده فعندك فيرجيل فان دايك وسيرجيو راموس والعظيم باولو مالديني. مشكلة النوع ده الثقة الزايدة في الترقصات أو في الباصات، لأن الغلطة منه ملهاش دعوة. تاني عيب من عيوبه إن هو بيبقى مطلوب منه متطلبات هجومية كتير، فبيبقى في ظهره مساحات كتيرة قوي لازم تتغطى. تفتكر ليه؟ عشان ما يتغفلش بكرة عالية. أنت ما شفتش الحلقة اللي فاتت ولا إيه؟ مش قلنا أصحى لا يغفلونا؟ تالت نوع من المدافعين معانا وهو البول ويننج سنتر باك، وده اللعيب اللي بيعرف دايما يكسب الكرة أو يقطع الكرة سواء ثرو باس أو شورت باس. من اهم مميزاته انه لعيب بيعرف يقرا الملعب كويس جدا ويتوقع اللعب هيمشي ازاي، وعنده وعي خططي عالي جدا فبتخليه يقفل زوايا التمرير ويقطع الكور قبل ما توصل. ده غير ان هو بيبقى مميز بالسرعه فبيعرف يغطي المساحات اللي وراه في الارتدادات الدفاعيه. مميز جدا في التاكلينج سكيلز وعنده تايمنج هايل في التدخلات، فبيعرف يستخلص الكوره باقل فاولات ممكنه. تعالوا نشوف شويه امثله علشان نفهم. وهنا باين قوي يعني ايه لعيب عنده تاكلينج سكيلز عاليه، وازاي التايمنج بتاع التاكلينج سكيلز هو اللي بيخليه يعرف يستخلص الكرة بدون فاولات، وازاي سرعته بتخليه يعرف يعمل سبرنتات ويغطي المساحات الكبيره اللي بتبقى في ظهره لما بيلعب بدفاع متقدم. ولو اتكلمنا عن اشهر اللعب الدور ده فعندك ايدر ميليتاو وليساندرو مارتينيز وروبن دياس. النوع الرابع اللي معانا النهارده وهو السويبر سنتر باك، المدافع القشاش او الليبرو، وده دايما بيبقى ثيرد باك يعني مدافع ثالث، يعني بيلعب جنبه اثنين تانيين، ودايما بيكون متاخر عن الاثنين سنتر باكس اللي بيلعبوا جنبه عشان يقفل المساحات اللي بتبقى في ظهرهم. ليبرو هي كلمه ايطاليه ومعناها فري او حر، وده اصح تعريف للعيب ده. وده لانه في حاله الهجوم بيعمل الزياده العدديه وبيستغل مهاراته اللي اولها ان هو لعيب كوير وحريف جدا بالتحرك بالكوره، وعنده قدره هايله لقرايه الملعب لانه رمانه الميزان في خط الدفاع، وبيكون بصير كويس جدا سواء في الشورت باس او اللونج باس.
ده غير ان هو بيعرف يعمل دريبلينج بالكوره كويس جدا، وبيعرف يحتفظ بالكوره تحت رجله لاطول فتره ممكنه. تعالوا نشوف شويه امثله علشان نفهم. وهنا بيبان قوي معنى كلمه ليبرو، ان هو لعيب فري او حر، لان زي ما احنا شايفين هو دايما بيجي من اخر الملعب وبيبقى غير مراقب، وبيعرف يعمل دريبلينج بالكوره كويس جدا، وعنده قدره عاليه على قرايه الملعب في اللونج بوسس. ده غير ان هو بيهلفت ويكلفت، دي لعبته اصلا. طبعا اشهر ليبرو في تاريخ الكوره هو السيزر فرانز بيكن باور. مشكله اللعب بليبرو ان هو دايما بيغطي الاوفسايد تراب، ده غير ان هو بيبقى غير مميز في الماركينج والمان تو مان. وزي ما قلنا هو بيغطي الاوفسايد تراب، فالفريق بيبقى عرضه انه يتضرب بكرات سريعه طويله على الاطراف بتاعه الملعب. وطبعا كلنا عارفين ان مع اواخر التسعينات وتطور الكوره اختفى دور الليبرو من الملاعب. حتى لما بتلعب بثلاثه سنتر باكس ما بيبقاش فيهم دور الليبرو القديم بتاع زمان، بس المركز اتطور وبقى له شكل عصري وانتهى دور الليبرو من الملاعب. وبكده نبقى خلصنا كلامنا عن قلوب الدفاع، بس كلامنا سوا لسه ما خلصش. استنونا ومركز جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري ومدرسه الكوره، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.